كان لازم اعمل الفيديو ده. Big Ramy has proven to be a big frustration throughout most of his career. He fails to bring the conditioning. I think we're going to have Big Ramy in fifth. رامي رابع. الانجاز اللي عمله بيج رامي ما يقلش في شيء عن انجازات صلاح في احسن موسم ليه. مستر اولمبيا في كمال الاجسام عامله زي البالون دور في الكوره، بس عشان اغلب العرب والمصريين مش مهتمين بكمال الاجسام زي ما هم مهتمين بالكوره، فاحنا مش عارفين حاجه زي دي ايه هي كبيره قوي، ومتخيلين ان عادي في كذا حد كسب قبل كده بطل عالم عربي او مصري. في ناس فاكره ان دي نفس الجايزه اللي كسبها شحات مبروك قبل كده. شحات مبروك في 2003 كسب بطوله العالم للهواه، انما رامي كسب بطولة العالم للمحترفين، تشامبيونز ليج بتاعة كمال الاجسام، ودي مفيش اي حد عربي قبل كده عملها غير في 83 سمير بنوت من لبنان. واللي ممكن ما تكونش عارفه كمان ان بيج رامي مش بس كسب الجولدن ميدل اللي الحكام هم اللي بيقرروا مين ياخدها، لا وكمان بيبلز تشامب اللي الجمهور بيقرر مين يستحقها، ودي اول مرة تحصل في التاريخ ان حد يكسب الاتنين. تخيل بقى ان ما كانش في حد من الاسامي التقيله والمحللين اللي فاهمين في كمال الاجسام قبل الاولمبيا كان متوقع ان رامي حتى يطلع توب 3. رامي كان باحسن توقع رابع او خامس. عشان تعرف ايه السقف ده لازم نرجع خطوه لورا. بيج رامي اول سنه ليه اتاهل فيها الاولمبيا كانت في 2013، حصل فيها على المركز الثامن، وفي 2014 مركز سابع، 2015 مركز خامس، 2016 مركز رابع، وفي 2017 كان مركز تاني. الناس كلها كانت بتقول ان هو فعلا هيكسب في 2018 ويحصل اللي محدش كان متوقعه، بيج رامي ياخد مركز سادس. وفي 2019 ما تأهلش اصلا للاولمبيا، حتى الكومبيتيشنز اللي اقل من اولمبيا اللي كان بيكسب فيها اول ما بقاش يكسبها. كله كان شايف ان رامي كده انتهى، عمره ما هيقدر يحقق مركز في الاولمبيا. وعشان تفهم هما ليه كانوا شايفين كده، الموضوع مش محتاج انك تبقى خبير في كمال الاجسام. ممدوح رامي السبيعي اسمه بيج رامي عشان هو السايز بتاعه ضخم، بس من بعد 2017 ما بقاش يجي ناشف، حجمه اكبر من المنافسين بس هما جسمهم متقسم عنه فشكلهم احسن، فكان بيخسر. كل سنه كانوا بيقولوا لو رامي جه ناشف ممكن يكسب مستر اولمبيا، وسنه في التانيه في التالته وبرضه رامي ما كانش بيجي ناشف، لدرجة ان مبقاش حد يقول ان رامي ممكن يكسبها. خلاص مبقاش فيه امل، رامي عمره ما هيقدر يعمل حاجة. واللي خلاهم متأكدين من كده اكتر ان في يوم 9 اكتوبر رامي اتصاب بالكورونا قبل الاولمبيا بشهرين، يعني كل العوامل ضده، سواء المرض او كلام الناس المحبط او فشله 3 سنين ورا بعض. مش يمكن ده السبب؟ مش يمكن الظروف الصعبة دي هي اللي بتخرج احسن ما عند الواحد؟ لو صبرت عليها وعملت اللي عليك وفعلا جبت اخرك، عمر ما ربنا هيضيع تعبك.